رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح الثالث ومن عدد 8. والنهاية: كونوا جميعا متحدين الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء، غير مجازرة شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلباتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. نحن رؤوسنا للرب ونقول له: يا رب احنا محتاجين لك في كل لحظة من عمرنا، لا نعلم قد ايه فاضل، ولكننا بنطلبك، عايزينك في كل لحظة في حياتنا يا رب، تبارك كل واحد فينا، تلمس كل واحد فينا يا رب النهارده لمسة شفاء روحي. أجلسنا يا رب على العشب الأخضر كما أجلست 5000 وأكلوا من السمكتين و5 خبزات. أجلسنا، علمنا يا رب رسومك، علمنا يا رب وصاياك لكل المجد. ما زلنا بنتأمل في رسالة بطرس الرسول الأولى، رسالة السلام رغم الألم. نشوف كل مرة كيف نعيش السلام المسيحي الحقيقي وقت الألم ورغم كل الألام. شفنا إصحاح 3 بيتكلم كيف نعيش السلام في البيت المسيحي، ما الشروط والطريقة التي نعيش بها السلام، أن نعيش بها الفرح الحقيقي. وشفنا دور النساء وشفنا دور الرجال، وعدد 8 شفناه، وشفنا الوصفة الإلهية اللي في الآخر اللي بتقول: كونوا جميعا متحدين الرأي. لكن أريد أن أركز النهاردة من عدد 10، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة. هنا الرسول بيحط هذه الكلمات المتاخدة من مزمور 34: من يهوى الحياة. وهنا بيقول: من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما. هنا بيحط خريطة الطريق كيف نعيش حياة مسيحية كريمة هادئة مطمئنة في وقار. مفيش حاجة في المسيحية اسمها نكره الحياة. كراهية الحياة أمر شرير فعله سليمان عندما زاد قلبه عن الرب وعبد آلهة غريبة، فكرر عدة مرات: فكرهت هذه الحياة. لكن هنا الرسول بطرس بيقول لنا إن ليك اختيار. من أراد أن يحب الحياة وأراد أن يرى مش أياما هانئة مريحة، يرى أياما صالحة. هنشوف بعد شوية إنها حياة ليست خالية من الألم، لكن مع هذا نستطيع أن نقول للحياة هي المسيح، حياة نعمة من عند الله. أحبائي، الآية اللي قبليها كانت بتقول للرجالة: يحترموا السيدات كالوارثات معكم نعمة الحياة. الحياة نعمة من عند الله، وكل يوم بنصحى الصبح وكل يوم بنكمل 24 ساعة بتاعته. نعمة من عند الرب، نعمة تقودنا إلى توبة حقيقية
تقودنا إلى تقوى حقيقية، ليس كما يقول الرسول بولس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرونها وبينكروا قوتها. لا، مش الصورة، عايزين تبقى توجه قلب مش من بره. الفريسيين قالوا ويل لكم ايها الكتبه والفريسيين لانكم تشبهون القبور المبيضه من الخارج ولكن من الداخل مملوء عظام اموات ونجاسه. ايها الفريسي الجاهل لماذا تنقي خارج الصفحه والكاس؟ جوه، خلونا جوه مش بره. هنشوف ان الحياه اللي بيقول عليها لازم نعيشها هي حياه ليست خاليه من الالم، هي نعمه من الله ليست نقمه. صحيح بولس الرسول بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا، ولكن بيقول كمالة الآية ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. ماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور ما بين إنه عايز يعيش مع المسيح ومحصور إنه عايز يكمل خدمة. حياتنا في هذه الأرض ليست إلا خدمة. لن يؤمن أحد من خلال الهواء. فمن يوم أن تجسد الرب يسوع المسيح فالله يكلم غير المؤمنين في العالم كله من خلالنا. أنتم نحن سفراء المسيح، كأنما الله يعز بنا. لينا دور، وكلمنا قبل كده. إيه الحياة بالنسبة لك؟ لو أنت بتدور بتقول أنا بتولد، بعد كده بخش المدرسة، وبعد كده بخش الجامعة، وبعد كده بشتغل، بعد كده بتجوز، بعد كده بخلف، بعد كده بموت. هي الحياة موتة؟ لفة الموتة؟ لا، الحياة المسيحية أن تشبه المسيح، أن نكون زي ما بيقول بولس الرسول مشابهين صورة ابنه. الحياة أن نشهد للمسيح. الحياة أن نشبع قلب مين؟ المسيح. دي الحياة، دي الحياة. هي مش سهلة. دايما بكلمكم أنا عن الكتاب، بس عشت الكتاب مش سهلة. أن تعيش المسيحية في جوهرها مش سهل. هتتألم كتير، هتتألم كتير. دايما حياة فيها ألم. المسيحية صعبة. أنا مستعد أسيب كهنوتي لمدة يوم واحد لأي حد فيكم وتعالى يقعد مكاني. هيتجنن إن ما كانش في روح الله تشتغل فيه. ممكن يكفر إن روح الله ما اشتغلش فيه. بولس بيقول أنا محصور بين الاثنين، فإن كانت الحياة هي لي ثمر عملي، فرصة رائعة أن أعمل وأثمر من أجل المسيح، فأنا محصور بين إني أعيش وبين إني أنطلق وأكون مع مين؟ المسيح. الموت بيقول بولس هو شهوة لأنه سيجعلني أن أقابل المسيح، والحياة عندي نعمة لأنها ستجعلني أن أمجد مين؟ المسيح. فبيقول أنا محصور ما بين الاثنين. ولكن بطرس النهارده بيقول لنا من أراد أن يحب الحياة وحط 3 خطوات مسيحية لو طبقناهم في حياتنا، هي دي الحياة المسيحية. هو ده الحب الحقيقي اللي ممكن تعيش فيه وتبني الرب فيه. الأمر الأول لو قرينا عدد 10 و11 و12، لأن من أراد الحياة أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره. أول حاجة في حياتك كمسيحي اطلب السلام. اطلب السلام. تاني أمر هنبتدي نلاقيه في عدد هنبتدي نلاقيه
عدد 15 قدسوا الرب الإله في قلوبكم. ده الأمر الثاني. اختبر تقديس الرب في حياتك. ونمرة 3 اختبر الضمير الصالح. نتكلم في كل واحدة شوية كده. كل الأفعال اللي بيستخدمها الرسول أفعال إرادية. من أراد أن يحب الحياة فليكفف، يعني يلهم، يعني يمسك لسانه. يعرض في كل يوم يا جماعة. لساني ممكن أن يعكر حياتي. في كل يوم لساني اللي قال عنه الكتاب اللسان نار من جهنم يضرم دائرة الكون وهو يضرم من جهنم. لو دورتوا على كل المشكلات في العلاقات الأسرية والزوجية والعمل بين كل الناس، كلام طالع وكلام وكلام نازل. اللسان يجب أن يلجأ، فليكفف لسانه عن الشر. الرسول بولس بيقول لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. اطلب السلامة. وكلمة اطلب مش انك تطلب طلبة، لا، اطلب، جاهد لأجل، اشتري النهارده السلام. الرسول بولس في روميا بيقول لنا إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. صحيح ربما في ناس لا نستطيع أن نسالمها، لكن كل يوم كنت تريد أن تعيش حياة هادئة مطمئنة، اطلب السلامة وجد في أثرها. اشتري، ادفع ثمن. الثمن مش هيبقى فلوس، ثمن يعني هضحي، هتضع، هسامح، أغفر، أحب، أبارك. أنا مستوى على كل المستويات في حياتي، إن كانت في الأسرة، إن كانت أنا ككاهن في الكنيسة لو ما عرفتش أضحي واتضع وسامح واغفر وأحب وأبارك، مصيبة. كل يوم أعمل مشكلة. إن كنت تريد أن تعيش الفترة الباقية من عمرك في سلام، اتعلم انك تشتري السلام. ايه الضريبة اللي ممكن تدفعها؟ الضريبة مش من مالك، لكن الضريبة من كبريائك، الضريبة من حقوقك، ضريبة من اعتذارك. زي أبو المؤمنين ورجل الإيمان إبراهيم بيقول للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك لأن نحن أخوات. أليست كل الأرض أمامك؟ بيقول للوط أنا الكبير وأنت الصغير، أنا العم وأنت ابن العم، أنا صاحب الدعوة، ربنا اللي قال لي اخرج، والاختيار المفروض يكون ليا، لكن لأجل أن لا تكون مخاصمة اختار يا لوط. إبراهيم جد في السلام وطلب. لأن الكنعانيين جنبنا، والكنعانيين هيتفرجوا علينا وإحنا بنعمل إيه؟ بنتخانق. لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ماذا تساوي حياة هادئة مطمئنة؟ هل الدنيا هتخرب عشان ما أعرفش أعتذر؟ هل الدنيا هتخرب عشان أنا ما أقدرش أتنازل؟ يقول لك كلم إبرام بعد اعتزال لوط عنه، ده ربنا قال له قم امشي في الارض طولها وعرضها هناك مكافأة. ابراهيم ساب حته قد كده، الرب قال له امشي بقى، خد بقى بالطول بالعرض اللي انت عايزه. ليه؟ سلام. لان الهنا شكله ايه؟ المسيحيه هي الديانه الوحيده اللي حطت كلمه الله محبه. ليه؟ لأن الناس بتنظر إلى المحبة إنها فلان بيحب، إذا فلان إيه؟ ضعيف. لا، الحب مش ضعف، الحب قوة. النهارده لما يجي الرب يقول باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، مش ضعف، هي دعوة. الله القدوس محب.
ويحب أن يرى أولاده شكلهم إيه؟ بيحبوا زي فإبراهيم اتنازل عن حقه، قال له امشي في الأرض طولها وعرضها، هناك مكافأة من يطلب السلام بس ادفع الثمن. يسوع قال إيه؟ تعلموا مني لأني بقى جبار، تعلموا مني لأني هقفلها في وشكم لأني خبيث، تعلموا مني لأن أنا مكار، لا تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا إيه؟ عشان كده إحنا من المثل بتاعنا، ولذلك بطرس دايما يرجعنا للمثل. بطرس كما تألم المسيح دايما يرجعك لمين؟ ليسوع. فلان بيكرهك، ما تكونش انت، يسوع مش عايزك رد فعل، لكن يسوع عايزك ايه؟ فعل. فرق كبير تبقى رد فعل. رضا بيكرهني، اكره رضا، انا بقيت ايه؟ رد فعل لكره رضا ليا، لكره نبيل ليا، لكره منير ليا. ولكن الله مش عايزني رد فعل النهارده، عايزني انا ابقى فاعل. ما استناهوش لما هو يحبني، لا، بصرف النظر عن المحبوب ان تحب. عارفين بقى اللي انا بقوله انك تحب بصرف النظر عن المحبوب كان بيكرهك، دي ترجمه ايه؟ نعمه. النعمه دي انتم يقول الكتاب بالنعمه مخلصون. لا، مش عشان حضرتك حلو، بصرف النظر عن حبك ليا او ما بتحبنيش، بصرف النظر لو كنت بتحبني النهارده لو اكلت جبنه رومي ولا اكلت ديك رومي هتحبني اكتر ولا لا؟ دي نعمه، والله يريد ان نشارك ايضا النعمه مع اخواتنا في البشريه اللي عايشين. نعمه. يسوع مش عايزك رد فعل، يسوع عايزك ايه؟ يسوع عايزك النهارده فعل. اكتر شيء بيدمر العلاقات بين الناس اللسان والكلام. لا، النهارده بقول لك حلو، صلح لسانك، اطلب السلامه. اطلب السلامه عكسها في اليوناني الخصام. طوبى لصانع السلام لانهم بني الله ايه؟ يدعون. ليعرض عن الشر، يتجاهل، ليرفض. دعونا نتعلم من الرب يسوع المسيح كما تعامل المسيح مع السامريه. السامريه بتقول له ايه؟ ألعلك اعظم من ابونا يعقوب اللي اداك البير. شوفوا يسوع عشان يكلم السامريه، يسوع لا يفاجئ بالاحداث لانه هو الله، فهو عندما خرج فهو كان يعلم انه سيقابل السامريه. عمل ايه؟ راح يلا يا بطرس، يلا يا يعقوب، يلا يا يوحنا، يلا يا تلاميذ يا حلوين، روحوا هاتوا لنا غدا. ليه؟ واحد زي بطرس واقف. فالسامريه تقول له ايه؟ ليسوع ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي يرد عليه بطرس أيوة كان عندك بقى، هي كده. ما هو بطرس نرفوز، بطرس عظمة. بس شوفوا يسوع، ما تاخدوش المواقف في الإنجيل كده، روحوا لما أبعد، روحوا لما أبعد. يسوع مشى التلاميذ عشان ما حدش يحرج الست دي، ما حدش يبص للست دي بصة غلط. فالرب يكفف في اللسان عن ايه؟ عن الشر، عن الشر. مفيش خصام. تيجي بعديها الآية الحلوة: لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبته، ولكن وجه الرب ضد مين؟ فاعل الشر. كأن الله بيقول لك أعمل اللي عليك وأنا هتصرف في إيه؟ في الباقي. أنا اللي هتصرف في الباقي. لا، أنا مش هتعامل مع أخويا بكده ولا هتعامل معاه بسلام عشان هو أخلاقه كده، هو أخلاقه غلط، فأنا هتعامل مع البني آدم اللي غلط، هتعامل مع نبي بنفس أسلوب اللي هو الأسلوب إيه؟ غلط. لا، مفيش الكلام ده في المسيحية خالص خالص. المسيحية أن تبادر بالسلام، تطلب السلام في كل حياتك. لأن عيني الله نحو مين؟ نحو مين؟ نحو الأبرار في كل الأرض
ليشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. يعني أنت لو عملت كده هتتمتع أكتر وأكتر بمعية مين؟ الرب يسوع المسيح. هل إحنا بنعمل كده يا أحبابي؟ هل إحنا بنعمل كده؟ هل إحنا بنطلب السلامة في كل حاجة؟ ولا بنعمل إيه؟ ياما إخوات قطعوا بعضيهم، اختلفوا عن الميراث، كل واحد خد الحاجة بتاعته واتكل على الله وقاطع أخوه. وبكل بساطة بنشوفهم في الكنائس ما شاء الله، هنا بوسة وهنا بوسة على أيقونة بوسة وهنا جامعة وهنا معرفش مين. صالحت أخوك لسه مستنيه لما يحبك عشان تحبه؟ لا، ده الرب يسوع المسيح النهارده يقول لك اطلب السلامة. تاني أمر قدس الرب الإله في قلبك. فعدد 13 يقول من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير. فعدد 14 يقول ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. هناك فرق بين الأذى والألم أحبابي. الرب بيوعدنا أنه لا يوجد أذى، لكنه لم يعدنا إطلاقا بحياة خالية من إيه؟ من الألم. عشان كده بيقول هنا من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير، لكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. الرب بيوعدنا أن حياتنا لن تكون خالية من الأذى، لكن هتكون حياتنا غير خالية من الألم، لكن هتكون خالية من إيه؟ من أذى. هل في فرق بين الألم والأذى؟ طبعا هناك فرق بين الألم والأذى. تألم يوسف من إخوانه، تألم لأنه عاش حياة طهارة وحياة تقوى. حسدوه، أبغضوه، لم يستطيعوا أن يكلموه بسلام كما يقول الكتاب المقدس. خدوه وراحوا رموه فين؟ رموه في البير. طلع من البير، عاش بكل تقوى عند فوتيفار. اترسلت عليه مين؟ زوجة فوتيفار. دخل السجن. هل استطاعت هذه الآلام أن تؤذي يوسف؟ أبدا. تحت المزمور بيقول أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا في القيد آذوا رجليه في الحديد دخلت نفسه. يا راجل، يا الله النهارده انت بعت مين؟ انت بعت لي شاب عنده 13 سنه بتقول عليه راجل؟ قال لك هو راجل بعد ما يطلع. انا هاخده وابتدي اتعامل معاك الفخاري وابتدي اصنع فيه مقومات ايه؟ مقومات رجل يحكم، رجل يرى فيه فرعون انه اله يوسف اله قوي، لدرجه ان فرعون يقول من كاله يوسف؟ ومين زي اله يوسف؟ شوفوا ما تأذاش. بيقول لهم ايه لاخواته؟ انتم قصدتم لي شرا والرب اراد لي خيرا. خدوا بالكم، لا يستطيع الناس انه يؤذونا، بالعكس كل الاشياء تعمل الخير مع الذين يحبون مين؟ الذين يحبون الله. شوفوا الفتية الثلاثة، دانيال، شوفوا داوود، شوفوا بولس في العهد القديم، كلهم دول عاشوا حياة مليئة بالألم، خالية من الأذى، لأن شعور رؤوسكم جميعا إيه؟ مقصى. يقول لهم إيه يسوع؟ أنتم أفضل من إيه؟ من طيور كثيرة. ما تبصش للألم دلوقتي، ما تبقاش باصص على الألم الظاهري، لكن ثق إن في شخص وراء الأحداث. لستم أنتم الذين أرسلتموني، ده الله اللي أرسلني لاستبقاء حياة. أنتم أردتم ولكن الرب أراد. في شخص ثالث في إرساليتك في العالم. أنت في إرسالية، خد بالك. أنت النهارده في العالم في إرسالية. أنت مش جاي وأنت مش جاي الدنيا دي عشان أنت تفضل تلطش فيها والدنيا تلطش فيك. لا، في شخص عظيم عارف ممكن ما يجيلكش في الهزيع الأول، ممكن ما يجيلكش في الهزيع الثاني، ممكن ما يجيلكش في الهزيع الرابع، بس ممكن يجيلك في الهزيع الرابع. الثالث تجي في الرابع. له وقت
لا يدعكم تجربون فوق ما لا تستطيعون، مع التجربة يعطي منفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. في شخص ورانا، يقول سفر الأمثال: مكثر الأصدقاء يخرب نفسه، لكن لك صديق ألصق من الأخ. مين؟ الله، الرب يسوع المسيح. هنا بيقول: وإن تألمتم من أجل البر فيا بختكم، طوباكم. وبعدين تيجي الآية الحلوة: أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. سلم للرب حياتك، سلم للرب ظروفك، سلم للرب مستقبلك. أما خوفهم فلا تخاف. المقصود بها إن كان العالم كله خايف، أنت لأ، لأن الكتاب المقدس النهارده بيأمرك: أما خوفهم فلا تخاف. هناك أمر، وحيث هناك أمر الملك هناك سلطان. فاكرين حبيب العدل عمل ايه؟ انا كنت مسافر في الدير في لبنان، وبعدين ركبت تاكسي من المطار لحد البيت، لقيت الراجل بتاع التاكسي: لو سمحت يا استاذ حط الحزام. طلع قانون بحزام، عرف ينفذ القانون ابو حزام، والغرامات كانت على ودنه ايامها. الله بقى اللي يقول: اما خوفهم لا تخافوا. ما فيهوش السلطان اللي ينفذ الكلام ده. هو مين اللي اكبر؟ حبيب العدل ولا الله؟ مفيش خوف. في ناس يقول: انا بخاف من ضربات ابليس. يا حبيبي مين اكبر؟ ليس هناك وجه مقارنه اصلا ما بين الله وابليس. خايف من مين؟ اما خوفهم فايه؟ بس قدسوا الرب الإله. كلمه تقديس يعني تخصيص. قدسوا القلب، خصصوا القلب. عيشوا كل يوم اطلب السلامة، لكن مع طلب السلامة كمان سيد الرب على قلبك النهاردة، سيد الرب على حياتك النهاردة، سيد الرب على ظروفك النهاردة. خصص قلبك. لو فتحت الكتاب لمؤمنين بسطاء في الكتاب هتلاقي ملوك كانوا بيخافوا وناس بسطاء ما كانوش بيخافوا. بولس قدام فيليبوس الوالي، مع انه سليم ما يعرفش التهمه بتاعته هتوديه فين، هيقعد ولا مش مرعوب. المفروض في هذا الموقف تفتكروا مين اللي كان مرعوب؟ بولس ولا اخينا فيليبوس؟ اول ما سمع موضوع الدينونه ارتعب الوالي. ده مين يرتعب؟ المتهم ولا القاضي؟ المتهم ولا القاضي؟ لا، ده القاضي هو اللي كان هو اللي مرعوب. في فيليبي السجان خد بولس، وبعدين اللي حصل تزلزلت الاساسات. بيقول لهم السجان: ماذا ينبغي ان افعل يا سيدي لكي اخلص؟ كان بولس وسيلة بيعملوا ايه جوه السجن؟ بيسبحوا الله. خصص قلبك للمسيح، خصص. وشوف الناس تخاف منك ولا مش تخاف. صدقوني غير المؤمنين يخاف منك، مش انت هتخاف ابدا. لا هتخوفك ظروفك، ولا هتخوفك موضوع الاخوان، ولا موضوع السلفيه، ولا موضوع الاتجاه ده كله. لو الرب فيك، لو الرب شغال جواك، لو انت سامح للرب بمساحه في قلبك النهارده، مش سامح للرب بمساحه في قلبك والرب مش شغال فيك، صدقني هتخاف من الفقر، تجري من صرصار. ملك وطار من عينه النوم وما كانش لحد الصبح، والصبح جدا يروح لدانيال ويقول لدانيال: يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما يقدر أن ينجيك؟ يرد يقول له إيه؟ بدون نبرة خوف ولا أسى، عش أيها الملك.
إلهي أرسل ملاكه وأعمل. الناس دي أصلا الناس دي كانت عتاولة في الإيمان يا أحبائي. وعظة النهارده في القداس كان عن الإيمان. الناس دي مش مخصصة قلبها للرب، هم كلهم على بعضهم سايبين نفسهم كده في إيد الله يفعل ما يشاء. سفينة وركبها بولس والسفينة بتغرق، فلما سلمنا اللي حصل حملنا. فلما سلمنا حملنا. لما يكون يسوع نايم وفاكرينه نايم وهو ما بينامش، مش علينا ان احنا نمسك الدفة ولا نحارب الريح. لازم تقول يسوع يسوع خد ايه؟ الدفة. ولما قام انطهر الريح فصار هدوءا عظيما. وبعدين يقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. مجاوبة جاية في اللغة اليونانية دفاع أمام محكمة. دفاع أمام محكمة. اقفل دقيقة. مستعدين دائما، لازم تجاوب. وعشان تجاوب يا حبيبي لازم تكون أنت مخصص لله. يعني مخصص لله يعني كمان قريت الكتاب المقدس كويس. لغة الكتاب المقدس هي اللغة بتاعتك اللي انت بتتكلم بيها. تصرفاتك هي تصرفات الكتاب المقدس اللي هو ايه؟ بيتكلم بيها. لكن انك ما تعرفش لا الكتاب ولا اي حاجة هتجاوب على ايه؟ وهنا كمان كلمة مجاوبين جاية في الصيغة اليوناني دفاع أمام محكمة. ليه احنا بنخاف؟ لأن ما عندناش أدلة. مش احنا ما عندناش أدلة، يعني أي حد فيكم، أي حد في الدنيا دي لو حد سأله هيقعد قدامه زي كيس الجوافة كده. هيفضل يديله 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 التاني يقول حلو جميل 3 1 1 3. لا مش كده. أنت لو مخصص النهارده هتعرف تجاوب. أنت لو مخصص النهارده هتعرف تتكلم كويس قوي. بيعجبوني الفتية الثلاثة عندما سألهم الملك أتعمدا يا شدرك ويا ميشك ويا عبدنغو مقصودة دي؟ قالوا له مقصودة. شوفوا مقصودة؟ مقصودة يا ولاد، انتوا آخركم في الأتون يا عم. مقصودة وأعلى مفخرة كالكون. ناس مخصصة. يقول لك الكتاب وإذا الرابع شبيه بابن مين؟ ابن الآلهة. شوف تعمدا. تعمدا يعني في منتهى الرخامة مع الملك. من كلامهم ما تعرفش هم الثلاثة بيملكوا ولا هو ده الملك. ما تعرفش مين. دي الحلاوة لما الرب يبقى ايه؟ الإنسان مخصص. هو ذا يوجد إلهنا الذي يستطيع أن ينقذنا من يدك وينجينا من إيه؟ من أتون النار. مستعدين عن سبب الرجاء. لازم نكون مستعدين كل يوم لازم نكون مستعدين نجاوب. كل يوم يجب أن نكون مستعدين لمقابلة الرب. النهارده بتكلم مع واحد بيجيب لي إيه؟ أعرام مرات أخو نبيل أشعري 42 سنة 43 سنة. اتصلت ب 42 اتصلت بجوزها بتقول له أنا تعبانة، حاطط راسها على الدركسيون ماتت. في إيه؟ مستعدين لمجاوبة. مستعدين لمجاوبتك أنت يا الله لو جينا دلوقتي ليك. كم واحد مستعد يقابل ربنا دلوقتي؟ كم واحد مستعد يقابل ربنا دلوقتي؟ كم واحد مستعد يقول لي اشتري أن أنطلق وأكون مع المسيح ثقة أفضل جدا؟ لا شيء. اللي مستعد يبقى لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في مين؟ في المسيح يسوع. مستعدين. استعداد أن نقف أمام الناس. استعداد أن نقف بلا خوف أيضا أمام مين؟ أمام الرب يسوع المسيح.
لو عندك 100 سبب ما يخوفكش، ما فهمش المسيح، ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى عندنا أول خطوة اطلب السلام. تاني خطوة قدس إيه؟ الرب إلهك. خصص نفسك للرب إلهك. نيجي لآخر خطوة ضمير صالح. لازم يكون في عدد 16 و 17 من ضمير صالح. وانت بتفعل خير هتتألم، وانت بتفعل شر هتتألم. ماذا يعطيك سلام ساعة الألم؟ الضمير الصالح. انك مش بتتألم كفاعل شر، كقاتل او سارق او زاني او متداخل في امور غيره. ده انت اساسا بتتألم من اجل البر. فيا بختك طباق ضميرك. الناس افترت على يسوع ولا ما افترتش يا جماعه؟ ببعلزبول يخرج الشياطين، اكل وشريب خمر، بيقعد مع الخطأ والفرس وبيقعد مع العشرين. يجيبوا الإنسان الأعمى ويقولوا لي اعطي مجد لله نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. افترى في يسوع. في يوحنا 18 أمام بيلاطس يقول لهم أي شكاية على هذا الإنسان؟ قالوا لو لم يكن فاعل شر ما قدمناه إليك. بكل ثقة افتروا على مين؟ افتروا على يسوع. لكن لو عندك النهارده ضمير وتألمت تقول له ربنا اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف ايه افكاري، انت شايف كل حاجه يا رب. بولس الرسول يقول انا اقل شيء عندي ان يحكم فيا منكم. اقل شيء عند المؤمن اللي مخصص نفسه وبيطلب السلامه وضميره صالح، اقل شيء صدقوني انا بالنسبه لي اقل شيء حد يشتم فيا. يوم ما بسمع شتيمتي ما يشتم يشربها الشتيمه ولها منه. وصدقوني يا ما سمعت شتمتي بودني. يلا اللي بعده. ما هو اللي شتمني ده مين اللي حطه؟ ابليس. عايز عطل. خد راحتك. بولس الرسول يقول انا اقل شيء عندي ان يحكم فيا منه، واكثر شيء يملى القلب سلام وقت الالم ان يكون عندك ضمير صالح بلا عثره. ودي عاوزه تدريب. ادرب نفسي ان يكون عندي ضمير. لما اتألم لازم اكلم الرب واسال هل هناك ظلام في حياتي؟ انت شايف يا رب حاجه غلط فيا النهارده؟ عاوزني شيء اتوب عنه. يقول الكتاب المقدس ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل ان يغفر لنا كل الاثم. امين وعادل. لا يمكن للانسان ان ينعم بالسلام وعنده ضمير شرير. نمره 1 اطلب السلامه في حياتك. نمره 2 قدس الرب في قلبك. نمره 3 خلي ضميرك ايه؟ نظيف دايما. وثق تماما ان هذه الام ولكن ليست هناك اذيه من وراء هذه الالام. لم يعدنا الرب انه ليس هناك الم في الحياه، لا فيه، لكن وعدنا الرب انه ما فيش اذيه. مش هتتاذي. هتقولوا لي لسه في كاهن في سوريا قتلوه، صح؟ قتلوه. هو اتاذى؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن قديس. شكرا. دي تذكره سفر بس هي اسهل تذكره. اسهل تذكره للواحد ناخد له عيار ولا حاجه. سهل. اذيه ما فيش. الاذيه يا احبائي ليست في الجسد. الاذيه اصلا فين؟ في الروح. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل بالحري تخافوا من مين؟ اللي ممكن يكون له سلطان على روحك النهارده يضيعك. ده ابليس النهارده اللي عايز يضيعك. وصدقوني خدوها من واحد خبره. لو بتعمل الثلاثه دول ولا يهمك حد. ونتقابل اليوم
السبت الجاي في حلقه جديده برضه من رساله بطرس الرسول على ما نخلص الرساله دي وربنا